عدى اسبوعين بالتمام والكمال على اختبار مجموعه سيلات للسكين كير. تمام. والنهارده جه وقت اصدار النتيجه والحكم. محدش يزعل، محدش يزعل. مبدئيا انا مش حاطه اي فلتر على وشي علشان تبقوا شايفين وشي. اوكي. الفتره اللي فاتت انا من اول اسبوع لاستخدام حاجتهم ابتديت احس بفرق، بس ما رضيتش اقول. قلت ممكن اكون انا بأوحي لنفسي، انا استنى لحد ما ابتدى الاسبوع اللي فات ده بالذات الاقي كذا حد من اللي معايا في الشغل وبيشوفوني فيس تو فيس: امل انت عامله حاجه في وشك ما ينسيش، عارف ايه؟ لهم لا والله يا جماعه. لحد ما جات لي رساله اول امبارح، واحده بتقول لي انا عايزه اسم الدكتور اللي انت بتروحي له وتقولي لي ايه اللي بيحقنك بيه، يعني بتحقني بيه. والله العظيم يا بنتي انا ما بروح لدكاتره ولا خدت حقن في وشي لسه، يعني انا ناوي، بس انا كل شويه باجلها. انا الاول قلت اما اوصل ل 40، بعدين قلت طب 45، دلوقتي انا هتم 46، فمأجلها لل 50، يعني قلت استنى لحد ال 50 يعني. انا بس عايزه اقول حاجه مهمه. في عامل كبير قوي احنا بنتناساه في موضوع البشره والشعر والضوافر والحاجات كتير قوي، العامل الوراثي يا جماعه. يعني انا عيله امي كلها كده، تشوف الست فيهم 60 65 تقول ايه ده، الموزه دي 45 كبيرها 50 يعني. وعيله ابويا صعايده تحس انهم مشدودين، يعني جيناتها حلوه، العيله دي جيناتها حلوه، يعني اتلبقوا على بعض من جينات حلوه يعني. ففي جزء كبير جيني، وفي حاجات انا ممكن استخدمها تجيب معايا نتيجه ما تجيبش معاكي نتيجه. يعني احنا عايزين نرسي هذه القاعده عشان وانا بقول الريفيو بتاعي عن الحاجات دي. اي نعم انا كنت عاتله هم ان انا اعمل الفيديو ده عشان الشخصيات ده اعلان ليه يا اخويا؟ مش اعلان، يا ريت يا اخويا يبعت اعلانات حتى الواحد يستقيل ويقعد يستقر في البيت. انتوا 60 واكسه، المهم ان انتوا بتجروا ورا عيال برياله بيبيعوكوا الهوا، فاهم، وتروحوا تشتروه واي كلام. ما علينا. المهم انا مع استخدامي للحاجه دي لا حسيت بفرق، حسيت ان بشرتي اطرى، انعم. وبرده خلونا اقول لكم على حاجه، انا بشرتي ما كانتش كده من سنه ونص، لا كانت بشرتي بقى بهتانه وتقول مأكسده. بشرتي كان فيها حاجه غلط. ليه؟ لان انا ما كنتش بعتمد كل السكين كير ده، كنت شايفاه اي هاتش على الدماغ. لحد ما بنتي قالت لي يا مامي طب على الاقل ما تقطعيش الصن بلوك، يعني ده اقل حاجه ممكن تعمليها. فعلا الفتره اللي انتظمت فيها جدا على استخدام الصن بلوك فرقت في بشرتي قوي. تقول لي انا ايه مشاكلي في بشرتي؟ انا على طول عندي نمش، بصي هنا كده وهنا. يبان امتى؟ اتفرجوا على فيديوهات الساحل بتاعتي هتلاقوا النمش باين. انا ما بحبش النمش، في ناس كتير بتحبه، انا ما بحبوش. انا بقى استخدمت الروتين ده ازاي عشان بس ما اطولش عليكم وقولي طولي. ابتدي من بالليل عشان بالليل هو اللي اهم. انا لما برجع من الشغل طبعا ببقى ملحوسه وملطشه وحالتي نكد، بنضف وشي كويس جدا جدا بالميسلر ووتر والقطن. خلاص نضفت وشي كويس قوي، بغسل وشي بالغسول. هتسالوني الغسول بتاعك ايه؟ هقول لكم جارنيه، عشان الازازه قد كده اهو وب 120 جنيه باين ولا ب 130 جنيه، انا بحبه بيقعد معايا 4 5 شهور سادد يعني. وانا اي حاجه بستخدمها للنظافه، شاور جل، شامبو، غسول، ما بحبش ادفع فيهم فلوس كتير. انا شايفه ان دول وظيفتهم ينظفوا، مش وظيفته يعمل لي عمليه سحريه يعني. غسلت وشي انشفه بكلينكس. اوكي. اجي بقى اجيب الهيالورونيك اسيد اقوم حطاه. ده المفروض ان هو مرطب، اما بيتحط كده. ما تسالونيش ليه، انا شفتهم بيعملوا كده فانا عملت كده. خلاص. وانا اي حاجه بعملها على وشي بطبقها على رقبتي والديكولتيه عشان المسافه دي كلها كده تبقى لون واحد، ما يبقاش وشي نظيف وفله وهنا مصديه. تمام. خلاص حطينا الهيالورونيك، دقيقه 2 كده البشره تشربه، وبقوم مبدله ما بين الاثنين دول. الدكتور الصيدلي اللي عمل الفيديو قال كده نبدل ما بين الاثنين دول ايه بقى يا ست الكل؟ ده الريتينول وده الالاكسر بتاع سيلات، ده اللي قالوا عليه على فكره بوتوكس في ازازه. الالاكسر بيتحط على الوش كله، بمنطقه العين، بمنطقه البق، بالشفايف، بكله. تمام. طبعا انا بطبقه بقول لكم لحد الديكولتيه. ده الالاكسر. خلصت حطيته اقوم حاطه المرطب بتاعي ونايمه. صحيت الصبح اعمل ايه؟ ما بغسلش وشي. انا ما بغسلش وشي الصبح، بطصه بميه، امسحه بقطنه كده بس كده. وطبعا نفس الكلام، كل اللي بعمله ده بعمله على نفس المسافه دي كلها كده. اقوم ماسكه بقى فيتامين سي، سيروم فيتامين سي، وحاطاه. استنى عليه نص دقيقه كده، واقوم حاطه بقى البتاع بتاعهم الغريب ده. بصوا يا جماعه، بغض النظر ان النقطه دي بتعمل بلاوي يعني.
حاسين الفرق ما بين العينتين؟ اقوم حاطه الاي كونتور بتاعهم على العينتين، خلاص اسيبه يهدى شويه، اقوم حاطه المويسترايزر بتاعي، وبعدين اقوم حاطه السان سكرين بتاعي. اجي بقى بالليل انا لازم ابدل ما بين الريتينول والالاكسر. اليوم اللي استخدم فيه الريتينول ما استخدمش فيه الالاكسر، اللي استخدم فيه الالاكسر ما استخدمش الريتينول. الفرق ما بين الريتينول والالاكسر ان الريتينول بيتحط بعيد عن دايره العين وبعيد عن المنطقه بتاعت الشفايف دي، خلاص. هل ده هينفع مع كل الناس؟ ما اعرفش. هل النتيجه اللي انا حسيتها دي هتنفع مع كل الناس؟ بصوا الفرق، انتوا شايفين الفرق ده بقى طول اليوم. انا عينيا منوره كده، انا ما عنديش الحمد لله مشاكل مع الهالات السوداء. انا ممكن تطلع لي بقى اما اسهر فتره، اما ما اشيلش الميك اب بالليل كام يوم ورا بعض، يعني ممكن تطلع لي اللي هي مش الوراثيه، عشان في هالات سوداء وراثيه وفي هالات سوداء اللي هي بتاعت سوء استخدام البشره، بنستخدم عيننا غلط، تمام. بس انا الحمد لله ما بعانيش منها. بس هو عامل لي لايت تحت عينيا ومطري الجلد، مطري الجلد. انا هكمل عليه لحد ما اخلصه. بعد كده هجرب تاني، لان انا عارفه ان السوق مليان لوكال براندز بتعمل المنتجات دي، ففي كذا ماركه انا حطاهم في دماغي كده عايزه اجربهم برضو، ودكاتره محترمين انا خلاص بقيت بثق في ارائكم قالوا عليهم برضو. فانا برضو اما اخلص دول، بس دول لسه فيهم كتير، يعني تخيلوا استخدام اسبوعين هي المسافه دي اللي خلصت، فاحنا كده بنتكلم دول قاعدين معايا ان شاء الله 6 شهور. بكام بقى الليله دي كلها؟ الليله دي كلها ما كملتش 1200 جنيه. لو انا قسمتهم على معدل الاستهلاك ده ان هم يقعدوا معايا 6 شهور، يعني الشهر وقف معايا ب 200 جنيه. فلا هو طلع الموضوع مهم، واسفه على ان الفيديو طويل، بس كنت عايزه اديكم التفاصيل في الديتيلز. سيلت SEELIT، انا هكتب لكم اسمها على الشاشه وهعمل منشن ليهم علشان محدش يخش في التعليقات يقول لك بتجيبيها منين. اوكي، جمعتكم حلوه.